عمرك فكرت في قرار صغير خدته زمان، قرار تافه لدرجة انك نسيته، بس بتكتشف بعدها بسنين ان القرار ده هو السبب في كل حاجة بتحصل في حياتك دلوقتي؟ الشغلانة اللي بتشتغلها، الناس اللي عرفتها، ممكن تكون حتى الجوازة اللي اتجوزتها، كل حاجة حرفيا كل حاجة. سنة 1961 كان في عالم ارصاد اسمه ادوارد لورنس. الراجل ده كان شغال على برنامج كمبيوتر بيتنبأ بالطقس. يومها كان عايز يكمل محاكاة للطقس، كان بدأها قبل كده، فبدل ما يبدأ من الصفر دخل الارقام من نص المحاكاة اللي فاتت عشان يوفر شويه وقت. الارقام دي كانت طويله جدا، فهو يعني قرر يختصرها. يعني مثلا بدل ما كان يكتب بوينت 506 127 كتب بوينت 506 بس. يا عم فرق بسيط، يعني جزء من الالف، المفروض ما يغيرش اي حاجه، صح؟ لورنز ساب الكمبيوتر شغال وراح يشرب فنجان قهوه. لما رجع بعد ساعه بص على النتائج واتصدم صدمه عمره. لقى ان التنبؤ بالطقس اختلف تماما، مش اختلاف بسيط، لا ده بقى كوكب تاني خالص. الجو اللي كان المفروض يبقى صح ومشمس بقى عواصف واعاصير. كل ده بسبب تغيير يكاد لا يرى بالعين. رقم عشري صغير جدا قلب المنظومه كلها، وده بقى هنا اسمه تاثير الفراشه، باترفلاي افكت. اي تغيير بسيط جدا مهما كان تافه في بدايه اي نظام معقد ممكن يعمل سلسله من الاحداث توصل في النهايه لنتائج ضخمه وغير متوقعه بالمره.